الله يسعد أوقاتكم. اليوم رح نساوي فاصوليا البيضة الحب. عندي نص كيلو أنا ناقعته من امبارح المسا بمي باردة. هلأ غسلتهم وصفيتهم ورح أضيفهم فوق المي الدافية. رح أتركهم لحتى تستوي معي الحبة بدون ما أضيف أي شي. عندي بصلة وسط فارمتها فرم ناعم. عندي 5 حبات بندورة خالطتهم بالخلاط. فيكن انتو تفرمون على محضرة الطعام أو بالمبشرة تبشروهم أو تفرمون فرم ناعم. هلأ رح أقلي اللحمة اللي أنا مقطعتها قطع مثل راس العصفور. ضفت معلقة سمنة كبيرة ورح أقلي اللحمة تقريبا أقل من نوقية، الموجود بجود. حطوا الكمية اللي بتحبوها أو يلي بترغبوا فيها. في عالم بتحب تضيف حتى اللحم بعظمه، يعني كمان كتير يعني العظم لحاله بيعطي نكهة كتير طيبة بالأكل. هلأ بعد ما نشفت مية اللحمة رح أضيف ورقتين غار وأربع حبات قرنفل وأربع حبات هيل وبصلة صغيرة. رح أضيف هون هلأ مي مغلية وخليهم تقريبا شي نص ساعة. قلت لكم أنا فيني كنت ما في داعي للسلق، بس أنا مشان استفيد من المي تبعت اللحمة. بعد ما جهزت معي اللحمة رح نقلي البصلة. كمان ضفت معلقة سمنة كبيرة والبصلة يلي فارمتها فرم ناعم. في عالم بتحب تضيف توم، انا ما برغب للثوم، ضفنا فقط بصله. فيكم تضيفوا الثوم مع البصله يلي بيحبوا الثوم كتير. وبعد ما دبلت معي البصله رح اضيف اللحمه اللي انا سلقتها مع اربع معالق كبار دبس بندوره. انا حاطه معلقتين هلا هون ومعلقتين مع العصير البندوره. خلوها تتحمص البندوره مع البصل واللحمه، بتعطي نكهه كتير طيبه مع الفاصوليا الحب. وهلا رح نزل العصير البندورة يلي فرمتهم بالخلاط. انا لهلا ما ضفت مي. هلا انا طبعا ضفت الكاسة المي تبعت اللحمة، ضفت مثلها كاسة كبيرة. وراح اضيف هلا الفاصولية بعد ما استوت معي جهزت. أه راح نسقطها فوق الصوص ونزل معها البهارات. البهارات هي معلقة صغيرة مقوبعة كمون، ومعلقة صغيرة مقوبعة 7 بهارات كتير بيعطي طعمة طيبة، وربع معلقة صغيرة فلفل أسود. تحبوا انتو تضيفوا الفلفل أكتر مثل ما بدكم. هلأ بنقلبهم مع بعض ومنضيف مي هلأ. لأنه لسه في حبات معنا مستوية معي منيح، فرح نزل مية كافية إنه تغلي منيح. أنا الفاصولية أخذت معي الصراحة ساعة ونص. هلأ لنشوف قديش رح تاخد معي للأخير بعد السلق. هلا رح اغطيها واتركها. بعد تقريبا نص ساعة رجعت لها. شفت انه انا لازم اضيف الملح، لسه لهلا ما ضفت الملح. معلقتين صغار مقوبعين، واذا بدها اكتر رح نضيف. طبعا وانا شفت الاستوى الحمد لله مستوية منيح. وهلا رح نسكبها. وطبخت جنبها رز مع شعرية. شوفوا ما شاء الله كيف الحبات عم يطلعوا. وهيك اكلتي صارت جاهزة. ان شاء الله استاهل منكم اللايك والضغط على جرس الاشتراك وتعجبكم اكلتي. وإن شاء الله صحة وهنا. والله الريحة بتشهي، فكيف الطعمة.
بالهنا ان شاء الله. طبعا هاي الاكله بتستاهل جنبها المخلل، مخلل اللفت كتير كتير طيب، وجنبها الفليفله الحادة. صحة وهنا.